بنت فقيرة ويتيمة بتروح تقدم في مكتب توظيف عشان تشتغل في الخدم أو مدبرة منزل، وبيطلع حظها في عيلة ملياردير كبير هو وعيلته جايين يقضوا كام أسبوع كده أجازة، رايحين الفيلا بتاعتهم. وبتستقبلها جورجي رئيسة الخدم ومدبرة المنزل، وبتبصلها بصة هتفشلي من أول يوم، وبتقول لها جاية عشان المرتب الكبير صح. وبيوصلوا كومباوند باين عليه اللي بيدخلوه الأغنياء وبس، وبتقول لها تشوفي شغلك حلو بدل ما ترضك، وإن في 30 بنت بيكلموني عشان الوظيفة دي، انت فاهمة؟ والأهم تسمعي اللي هقولك عليه وتنفذيه. هتشتغلي في النظافة كمان مع الطبخ. فبتوافق كيم لأنها محتاجة جدا للفلوس، وبتدخل تتفرج على البيت اللي بيكون بالنسبة لها حلو قوي، وبتلفت نظرها لوحة بالنسبة لها غريبة لكنها ما تعرفش ان اللوحة دي بملايين. وبتيجي بقى تمسك الريموت بتلاقيه خاص بالدفاية، وبتحس ان التكنولوجي دي ما وصلت لهاش قبل كده. دي بتتفاجئ كمان انه بيشغل اي حاجة بمجرد ما توجهها عليه. وبتطلع تبص من البلكون بتلاقي الناس بتتزلج على الجليد، فبتعجبها الفكرة وبتنزل تتفرج، بس بتطلع بسرعة قبل جورجي ما تشوفها، وبتاخد شنطها على الأوضة اللي هتنام فيها لكن بتلاقيها مزبلة. وبتيجي جورجي وبتقول لها تعليمات المكان، لازم الفطار يكون جاهز على قبل 8 وثانيتين هتطلعي بره، ولو شفتك واقفة مع حد من العملاء برضه هتطردي على طول، ما فيهاش هزار. وبتاخدها بقى للسوبر ماركت عشان تشتري الخضار اللي هتنزل تشتريه كل يوم لوحدها بعد كده. وبيروحوا يستقبلوا العيلة اللي لسه واصلين بطيارتهم الخاصة، وبتقول لها جورجي لما يقرب منك ابنهم الكبير انحني بس. واول ما بيشوفها بيتريق عليها وبيقول لها شكلك كده المساعدة الجديدة. وبتيجي خطيبته كولوي وبتسلم عليها، ووالدته القليطة كمان اللي بتقول لها هو انت الطباخة الجديدة؟ فجوزها بيرد عليها اديلها فرصة ابوس ايديكي، زهقتينا من كتر تغيير الخدم. وبتعمل الغدا وبتلبس اليونيفورم عشان تخرج تقدمه، بس جورجي بتقول لها انا هنا بس اللي بقدم، لكن كمان شوية بتطلع تساعدها في المشروبات، لكنها بتتضايق لما بتلاقيهم مش حاسين بالنعمة اللي هم فيها وبيلعبوا بالاكل بعد ما خلصوا. فبيدخل عليها براد وهي بتتكلم عنهم وحش، وبيقول لها تعالي العبي معانا، ولما مش بتوافق بياخد جورجي. فبتخرج بقى تتفرج على الاغنياء المجانين دول، وشوية وبتلاقيهم بينزلوا البول. والصبح بقى بتصحى قبل ميعادها بساعة عشان تحضر الفطار، ولما جورجي مش بترد عليها بتنزل لوحدها وبتقدم بقى الفطار بنفسها. وفي وقت البريك بتبص على ادوات التزلج وبتبقى عايزة تتعلم، لكنها بترجع تعمل الغدا بسرعة. وبعدها بكام ساعة بتجرب انها تنزل تلعب شوية، ولسه هتبدأ في واحد من قمة كبيرة بيقع عليها وبيقول لها هو انت مجنونة؟ الحتة دي مش ساحة انتظار، كنت هتموتيني على فكرة. وبتبقى كيم مش عارفة تعمل حاجة، ولما بيشوفها الولد اللي وقع عليها بتصعب عليه جدا، وبيقول لها شكلك كده جامدة في التزلج، انا بتريق على فكرة، تعالي اعلمك، انا ميكي من فنلندا وسنجل ماشي. فبترد عليه مش مهتمة بكلامك، كيم من انجلترا، وبيعرض عليها يساعدها وبيعلمها تعمل ايه. فبتلاقي نفسها بتعرف تمشي شوية وبتبقى فرحانة جدا، وبعدين بيعرفها على المسابقة اللي هتتعمل هنا بعد 3 شهور، تلحق بقى تتمرن وتشترك فيها، دي جايزتها 25,000 دولار. وبتبقى في حفلة بالليل، فبتقول لها صاحبة البيت ايه اللي انت لابساه ده، روحي غيري. وبتبقى كيم لابسة افضل حاجة عندها، فبتروح بقى تستلف من جورجي فستان وشوية مكياج. ولما بتروح المطبخ بيقول لها براد بقيتي بجعة حلوة اهو. فبترد عليه ليه، هو انا كنت بطة وحشة؟ وبعدين بيسألها هي اللي بتطبخ ولا ايه، ولما بيعرف بيتفاجئ لان جورجي قالت لهم ان الاكل ده هي اللي بتعمله. وبتروح تساعده في الكرافتة لما بيكون مش عارف يعملها، وبيبان انه اصلا معجب بشخصيتها. وبيقول لها اول مرة اشوف مساعدة ما بتلفش على شاب مليونير زيي. فبتقول له مش مهتمة بكلامك على فكرة. وبينزلوا يقدموا المشروبات في الريسبشن، بس كيم بتبقى لخمة خالص وبتفتح الازازة وهي موجهاها على وشها، فطبعا مناخيرها بتتعور. وبيروح لها براد وبيقول لها انت بنت غريبة جدا، اول مرة تشتغلي في بيوت اغنياء ولا ما كانوش بيخلوكي تفتحي المشروبات؟ وبتعرف ان الازازة اللي دلقتها دي تمنها 500 دولار. فبتقول له ياه، يعني الناس دي بتشرب في 10 دقايق بمرتبي الشهري؟ ده انا فقيرة قوي على كده. وبتسأله هي والدته ست سخيفة كده ليه؟ فبيقول لها هقولك سر عنها عشان تبقى بالنسبة لك ست عادية، كانت مضيفة طيران وعرفت تشقط والدي لما كان طالع في رحلة خاصة، اتعلمي منها بقى. فبترد عليه هو مش الاستاذ خاطب برضه ولا انا غلطانة؟ فبيقول لها دي خطوبة شغل، ما تفهميش انتي في الكلام ده. والصبح بيوصلوهم الخدم للطيارة، وبيقول لها براد كام يوم كده وراجع، اتمنى تكوني اتعلمتي تفتحي الازايز. وبعدين بيديلهم والده المرتب، وبتبقى كيم فرحانة جدا وبتستغل الفرصة بقى وبتتعلم تتزحلق على الجليد في الكام يوم الاجازة دول. وبتقابل ميكي عشان يعلمها، بس بتبقى مش عارفة وعمالة تقع، لكنها على
اخر اليوم بتكون اتعلمت حركة جديدة، ولان لوح التزلج اللي معاها قديم بتروح تشتري واحد جديد بجزء كده من مرتبها. وبتتفاجئ جورجي لما بتشوف جيم ان مستواها اتحسن في التزلج، وبتغير منها جدا، دي عشان حاطه المسابقة في دماغها كمان بتتمرن في البيت من على السرير، اللي هو يعني مش بضيع وقت. وبتعرف جورجي بالصدفة ان عيد ميلاد كيم النهارده، فبتقول لها طيب نعمل حفلة صغيرة في البيت. ولما كيم بتخاف بتاخدها بقى وبيسهروا بره، لكنها برضو بتضحك عليها وبتعزم كل الناس في الفيلا، وطبعا بيبهدلوا الدنيا. وفجأة بقى صحاب البيت بيوصلوا وبيخلوهم ينظفوا المكان. اما براد عشان كيم ما تحسش باحراج بياخد جيتار من حد كده وبيلعب عليه، واللي هو يعني عادي انا بشارك في الحفل. وبيقول لهم احسن حاجة ان مفيش حد من الموجودين رسم اي حاجة على اللوحة الغالية، كان زمانكم دلوقتي في السجن. وبيقول لها كل سنة وانت طيبة، بس كنت عزمتيني الاول. وبيروحوا كلهم تاني يوم للتزلج، وبيبقى معاهم كيم اللي خطيبته اصلا بتبقى مش طايقاها لان براد طول الوقت مركز معاها وبيكلمها. وفي وسط التزلج كيم بتقع لما بتفتكر حادثة والدتها، وكيلوي خطيبته بقى ما بتشوفهاش، وعشان ما تعديش من ناحيتها بتقع ورجلها بتتكسر. او بيقول لها براد ما تحسيش بالذنب، مش انت السبب خالص. وعشان تبقى محترفة بتطلب مساعدة ميكي على اخر حركة هتعملها، وبيساعدها تتعلمها فعلا وهي مش خايفة، بس بقى بتبقى بتفكر تنسحب من المسابقة ومش عايزة تكمل لانها كل شوية بتفتكر حادثة والدتها. لكن بيقنعوها اصحابها تكمل عادي، دي المسابقة بعد اسبوع، وان مش باقيلها الا حركة واحدة بس تتعلمها. وبتتفاجئ بقى ان براد بيطلب منها تعلمه التزلج بمقابل يعني 50 يورو في الساعة. كل ده وهو هدفه يعني انه يقرب منها ويقضي معاها وقت اكتر لوحدهم. وبيحكي لها ان اهله اللي بيخططوا له كل حاجة في حياته من وقت ما كان صغير لحد دلوقت، ما اختارش اي حاجة بارادته. فبتقول له هي دي مشاكلك في الحياة يا شاب يا غني يا مدلل انت؟ امال لو عشت حياتي انا واللي زيي تعمل ايه؟ تعال نكمل تمارين وبلاش كلام فارغ. وتاني يوم بتلاقيه جاي يقابلها مش بصفتها المساعدة عندهم، ده بيبقى عايزها تركب معاه طيارة ويخرجوا سوا. ولما مش بتوافق بيطلب منها يروحوا يلعبوا على الجليد، وبيبان من طريقته انه معجب بيها وبيحبها. والصبح بقى والدته بتعرف مشاعره اتجاهها، وبتقول له حفلة الخطوبة بتاعتك النهاردة نسيتها ولا ايه؟ وطبعا بتطرد كيم من البيت وبتتخانق معاه، بيحب الشغالة عندهم، جرى لعقله حاجة ولا ايه؟ وانها هتوقف المهزلة دي. فبيقول لها طول عمري انت اللي بتختاري لي كل حاجة، سيبيني بقى اختار حاجة واحدة بس. وبتيجي كيم وبتقول لهم انها ماشية، فبيجري وراها لكنها ما بتردش عليه. ولما بتكون في طريقها بتفتكر بقى حلمها والمسابقة، وبترجع تشارك فيها عشان الرقم الكبير اللي هتاخده لو كسبت، وان 25,000 دولار ده بالنسبة لها بشغل كام سنة. وفعلا بتشارك وبتعرف تاخد نقط لحد اخر جزء هتوصل له، بس بترجع تاني لما بتفتكر الحادثة، لكنها بتطلع ضمن افضل 20 في المسابقة. وبعد ساعات بقى بتكون حفلة الخطوبة، وبراد بيكلم خطيبته وبيقول لها بقالي فترة بلمحلك بس مش عارفة انتي مش فاهمة ليه، هو ايه شعورك يعني لو ما اتجوزناش؟ فبترد عليه عادي جدا، فكرة حلوة. ايه بتقول ايه؟ بعد 5 سنين جاي تقولي كده؟ والنهاردة كمان انت حبيت الشغالة صح؟ فبيقول لها قصدك مساعدة، ما تقلليش من حد. فبترد عليه دي مش مساعدة ولا حاجة، دي شغالة وجات هنا عشان تشتغل شغالة. فبيجي والده بقى ياخده ويجروا قبل ما والدته تعرف اللي حصل وتبقى مصيبة. وبتوصل لهم الاخبار ان براد فسخ خطوبته، لكن كيم ما بتبقاش مبسوطة ومش مهتمة. وبيجي بقى وقت المسابقة النهائية للتزلج السنة دي لل20 متسابق اللي عملوا تصفيات مع 74، واللي طبعا بتكون منهم كيم. وبتعمل المرة دي كل حاجة بجراءة ومصممة تكسب. وعند اخر نطة بتشوف والدتها بتشجعها وسط الناس، وده بيخليها تعملها صح جدا. والمفاجأة بقى انها هي اللي بتكسب المسابقة. وفي الوقت ده بيروح لها براد وبيعرفها انه كان موجود وشافها، وبيقول لها انا فسخت خطوبتي على فكرة. فبتقول له ما انا عارفة بس عادي، لكنه بيلمح لها انه عايزها وجاي هنا عشان ياخدها وترجع معاه. وبتكون والدته بتتفرج على اللي بيحصل لايف، وطبعا مش عارفة تتكلم ومضطرة بقى توافق على قرار ابنها. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك ومتابعة.